لما تسمع عن شركتين ناشئين اندمجوا في السعودية ما تفرحش قوي، ساعات الاندماج ده بيكون زي طوق نجاة لشركة كانت بتغرق. طب ايه الحقيقة؟ سوق الشركات الناشئة في السعودية دلوقتي مليان اخبار عن اندماجات واستحواذات، الناس بتشوفها بتقول يا سلام ده نجاح كبير، بس انا شفت بعيني شركات كانت بتعلن عن نجاحات وهمية وفجأة تلاقيها اندمجت مع شركة تانية. الحقيقة ان الشركة دي كانت بتخسر فلوس كتير والمستثمرين رفضوا يدفعوا جنيه زيادة، فالاندماج كان الحل الوحيد عشان المؤسسين ما يتخربش بيتهم والموظفين ما يتسرحوش. المشكلة ان الاندماجات دي غالبا بتخلي موظفين كتير يتسرحوا، وفكرة الشركة الأصلية ممكن تتغير تماما. يعني اللي كان فاكر ان شركته نجحت ممكن يكون بيبيعها عشان يهرب من فشل كبير ومحدش يعرف. الخلاصة الاندماج الناجح هو اللي بيخلي الشركتين أقوى، مش اللي بيغطي على فشل. قبل ما تنبهر بأي خبر اندماج اسأل نفسك، هل ده عشان يكبروا ولا عشان شركة كانت بتخسر وعايزة تبيع نفسها قبل ما تقع خالص؟ عايز تعرف ازاي تقيم شركة صح قبل ما تستثمر فيها أو تشتغل فيها؟ استنى الجديد. وفي النهاية ما تنساش تابعني وخليك قناص.